السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة شيوات مطبخي. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكنشكر جميع المشتركين والمشتركات القدام والجداد اللي عاد انضموا للقناة على الدعم والتشجيع والتعاليق الزوينه اللي كتخليو لي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الطبق ديال اللحم بالسفرجل، خصوصا للمبتدئات. كيجي لذيذ ومعلك ورائع بزاف. ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. كنحتاجو الكيلو ديال اللحم. الكميه كتبقى اختياريه على حسب افراد العائله. عندي 2 بصلات كبار مشلضين، عندي معلقه كبيره ديال الخليط ما بين القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، 3 ديال الدريسه ديال الثومه محكوكين، وعندي هنايا بالنسبه للعطريه عندي نص معلقه صغيره ديال الفلفل الابيض، وعندي نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، وعندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، ونص معلقه صغيره ديال بسيبيسه. عندي الملحه كتبقى على حسب الذوق، وعندي شويه ديال القرفه عواد والضمه ديال الزعفران الحر اللي تقدروا تعوضوه بالخرقوم، وعندي كاس صغير خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. دابا غادي ندوزو باش نشرملو اللحم. انا الطريقه ديالي كنشرمل اللحم، عاد كنوضعو في الطنجره او في الكوكوط ولا في الطاجين. كناخذ اناء غادي نوضع فيه القزبر ومعدنوس، ثومه، وغادي نضيف العطريه، وغادي نضيف الضمه ديال الزعفران الحر. بالنسبه للقرفه نخليها من بعد، ونضيف واحد شويه ديال الماء. نخلط الكل مزيان. تقدروا تستغناو على هذه المرحله وكديروا اللحم ديالكم مباشره في الطنجره او في الكوكوط بلا ما تشرملوه. غادي نشرمل اللحم. كنجيب كوكوط وكنوضع فيها البصله، وغادي نضيف لها الطريفات ديال اللحم. غادي نضيف هاد الشرميله، ونضيف العويد القرفه، وغادي نضيف الزيت. نحرك الكل. غادي نضعها مباشره على البوطه. نضيف لها واحد شويه ديال الماء باش العطريه ما تحرقش، وغادي نخليها تقلى مزيان. غادي نضيف له الماء غليان، وغادي نضيف الكميه الكافيه اللي غادي يطيب فيها اللحم. ما غاديش ندير الماء كثير لحقاش اللحم غير ديال الغنميه دغيا كيطيب. دابا غادي نقفل عليه، وغادي نخليه حتى نخليه على نار مرتفعه حتى كتبدا الكوكوط كتصفر. بعد غادي نقص النار ونخليه 30 دقيقه ونفتح عليه. دابا غادي ندوز مباشره باش نصوب السفرجل. بالنسبه للسفرجل غسلته مزيان، حيدتو ديك الصوفه اللي كتكون فيه، نقيته مزيان، وجبت واحد الاناء درت فيه الماء. غادي نضيف عليه العصير ديال الحامض باش اللي قطعتها غادي نوضعها فيه. وغادي نجيب السفرجل، ناخذ واحد السكين كبير، ونرجع نقسمو على 4. نحاول نزول له هاد البلاصه اللي عنده قاصحه. كنقيه الا كانت فيه شي ضريبه.
كنوضعو في هذا الاناء باش مع الحامض باش ما يكحالش، باش حتى ملي كيطيب ويتسلق ما كيبقى مزيان، ما كيطرى له والو. نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل التنقيه ديال السفرجل، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نديرو يتسلق. نسيت ما قلت لكمش انني درت فيهم واحد الفليحه هنايا، نضيف لهم واحد شويه د الملحه. ودابا غادي نخليه يتسلق. بعد ما تسلق لي السفرجل وصفيته، دابا رديتو للكاسرونه اللي سلقت فيها، ندير له شويه ديال القرفه، غندير له سكر سنيده، وغادي نضيف له شويه ديال المرقه اللي كنت نقصتها من المرقه ديال اللحم. وغادي نخليه هنا يتعسل. نضيف له شويه ديال القرفه من الفوق. هنا بعد ما طاب اللحم كي كتشوفوا كيجي محمر وطايب زبده بلا فران بلا والو. غادي نخليه يتشرب شويه ويتدغمر ونديروه في الطبق ديال التقديم مباشره. وكنصطف عليه الحبات ديال السفرجل المعسلين. في الحقيقه هذا الطبق كيجي بنين ومعلق ومن الاطباق المفضله عندي. في الاخير كنضيف البرقوق المعسل اللي دوزته في شويه ديال الزنجلان، وتقدروا تكتفيو غير بالسفرجل بلا ما تزيدوا البرقوق. كنتمنى طريقتي في تحضير اللحم بالسفرجل يعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تدعموني باللايك والتعاليق والبارطاج مع الاهل والاصدقاء ديالكم. واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره يضغط على زر الاشتراك فضلا منه وليس امر، ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. شكرا على المتابعه، ومع السلامه الى فيديو ووصفه جديده.